السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الأسرة للطبخ الوصفات الطبيعية. اليوم إن شاء الله نقدم معكم طويجنات ديال ورق العنب. جاو لذاذ وجاو رائعين، أول مرة نجربهم بورق العنب، أول مرة نحضرهم. جاو رائعين وجاو لذاذ يستحقون التجربة. هاد ورق العنب كنت جبته معايا من منطقة شياضمة، كاين عندهم العنب، وهاد الوريقات راه طبيعيين من الدالية إلى الطاجين. فتبعوا معايا المقادير وطريقتي في التحضير ديال هاد الطويجنات، ونوريكم حتى بعض التفاصيل اللي كان ممكن أنني خاصني نديرها وما درتهاش، ولكن تبعوا معايا وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس اللي باقي ما اشتركش. هاد الطويجنات راه جاو لذاذ بورق العنب. كنتمنى انكم تحضروهم في بيوتكم. نوريكم الطريقة وكذلك اللي خاصنا نديرو وما درتوش باش ينجحوا هاد الطويجنات 100%. بداية عندي هنايا كمية من الكفتة، نحاول انني ندير نفس الكمية ديال الكفتة، نفس كمية ديال الرز، او ندير الكفتة اكثر من الرز. المهم الكفتة ضرورية والرز كذلك ضروري. الرز هنا عندي الرز كلاصي، نقيته وضفته هنايا، ما غسلته ما والو، ماشي مشكل النشا ديالو يبقى رز نقي. بالنسبة للرز اللي خديت ديال البكية نقي. ضفت هنا التوابل وضفت بابريكا، شوية ديال الكركم، شوية ديال الزنجبيل او السكينجبير، الابزار، كذلك الملح، واحد شوية المعدنوس مقطع، واحد شوية الزعتر اوريغانو. ضفت كذلك وريقات ديال الحبق او البازيليك، ممكن تضيفوا اي منسمات بغيتو. ضفت كذلك واحد شوية ديال الزيت الحار. هنا انا عندي الفلفل الحار مرقداه في زيت الزيتون، وغادي ناخد بصلة وواحد جوج ديال الطماطم متوسطة، وغادي نضيف كذلك واحد ضريس او زوج ديال الثومه اللي غادي نطحنهم هما على جنب. كذلك غادي نضيف واحد شويه الفلافل الحمراء اللي كتجي رائعه حلوه، خديت منها واحد شويه طحنته، ولما تبقى غادي نقطعو قطع اللي هي رقيقه، وغادي نضيفو الطواجن ديالي. هنايا انا درت طحنت هذيك المكونات من البصل والطماطم والثوم وضفتهم هنا على الرز والكفته، وغادي نخليهم يتشربوا واحد شويه، وغناخد الوريقات ديال العنب. بالنسبه للوريقات هما قاطعهم طبيعيين، ما فيهم لا دواء لا والو، ولكن ضروري نغسلوهم، نضيف لهم قطرات ديال الخل لا يكونوا فيهم شي حشرات ولا شي حاجه. غادي نرقدهم واحد شويه في الماء والخل، وغادي نقطع منهم ديك العويدات الزائده للفوق، ونخلي غير الوريقات فقط. صافي غنستمر هكا، غادي نقلب جميع الوريقات، وغادي نقطع منها دوك العويدات اللي زايدين. وبالاضافه لهاد الوريقات الكبار اللي جبت، كانوا عندي واحد الوريقات صغار كديرهم في الكونجيلاتور، وتا هما كملت بيهم الحشو اللي غادي يبقى، وحتى هما كذلك رقدتهم هنايا في الماء والخل. صافي غير يرطابوا شويه ونحيدهم من هذاك الماء ونقطرهم، يعني يتقطروا من الماء وينشفوا،
ونبدا كنخدم بيه. صافي غناخد واحد القطاعه. نتوما كتشوفوا بان الوريقات هنايا باقي يلاه وجدتهم باقي ساردين بالماء، ولكن ما يهمش، ماشي مشكل. ناخد الحشو ديالي ديال الكفته والروز. من بعد ما نسرح الوريقات على الجهه الاماميه والجهه اللي حرشه كنخليها من الفوق، هي اللي كندير فيها الحشو. وغادي نوزع عليهم. من بعد هذاك الحشو غادي نلفهم بحال لي سيجار. هذه اول مره نقدر نصاوب هاد الوريقات ديال العنب. مني لقيتهم موجودين قلت علاش لا صايب معكم هاد الوصفه اللي كتجي رائعه جدا. انا فايت مصايبه الحشو داك، مصايبه الملفوف او الكرومب كلش يقول لي كلش تيسميه. الملفوف محشي وجا كذلك رائع. صوبته غير بالكفتة ديال لادانت. فانتوما اللي متوفر عندكم سواء كفتة ديال البقري او لادانت او الدجاج اللي متوفر عندكم، المهم راه تيجي لذيذ. شوفوا غير الطريقة. صافي ونحاول انني نلبس هذوك لي سيجار بالوريقات ونلفهم بهذا الشكل. غنكمل معاكم هنايا هاد الوريقات وغنوريكم كيف ستفتهم في الطويجنات. فاللي بغيت نقول لكم على ان هاد الطويجنات كانوا صغار، يعني ما كانوش غارقين مزيان كفايه باش يطيبوا ليا مزيان هاد لي سيجار ديال ورق العنب. بالنسبه للطياب ديالو راه كيبغي يكون الماء عايم عليه من الفوق باش يطيب جيدا، ماشي يطيب من جهه ويبقى جهه. انا اضطريت كل مره تنخوي عليهم الماء مروي من الفوق او الماء طيب كيف كتشوفوا. درت لهم هاد الطريقه وكنغطيهم باش يطيبوا حتى من الفوق. فالخطأ اللي درت هو كان عليا نطيبهم وسط شي طنجرة ومن بعد نقدمهم في دوك الطويجنات. انا طيبتهم مباشرة في دوك الطويجنات، ولكن بقيت يعني بقاو شادين لي الوقت وكنقابلهم مرة كنجي هكا نورك عليهم شوية باش يدخلوا في وسط هذاك الروا اللي كيطيب وسط منه. هذا هو الخطأ اللي من الأحسن يتفاداه الإنسان. والطويجنات بعد ما طابوا راه جاو رائعين وجاو لذاذ برغم من ديك راه يستحقوا هذاك العناء باش نطيبهم. زينتهم هنا بالحامض وطاجين درت ليه الفلفله من التحت من القاع ديالو، والطاجين الاخر درت ليه الفلفله من الفوق، وجاو جوج طويجنات لذاذ وجاو رائعين. كنتمنى انكم تجربوهم ونتمنى الوصفه ديالي تعجبكم. ضروري ما تجربوهم راه جاو رائعين جدا. وشهيتكم طيبه. وهنا غادي ناخذ قطعه وحيده باش نذوقها. هنا بدايه خصنا نشوفوا ورق العنب واش طيب مزيان، ضروري يدخل فيه الفورشيط مزيان ويكون رطب. ومني تاكلوه هكا يكون تقطع بكل سهوله، ما يجيش قاصح من شي جهه. ضروري ما يكون رطب جيدا ويكون شارب داك البلول ديالو ملي كيكون كيطيب. وهذه هي النصائح اللي ممكن نقدم معاكم وحنا كنستافدوا من بعضنا البعض. هاد الاكله راها شرقيه ماشي مغربيه،
ولكن مرة كنبداو نوعو في الأطباق ديالنا. ايوا سمحوا لينا خوتنا الشرق المشارقة، الا ما درناش داكشي هو هذاك. المهم حنا جربنا، وتحية ليهم وتحية لكل المشتركين الجدد اللي معايا. شهيتكم طيبة وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله. أنت كتقطع بكل سهولة، اللي غادي نقطع معاكم وغادي تشوفوها كتجي رائعة وكتجي لذيذة من الوسط، وكنتمنى أنكم تجربوها.